قالت عليهم خدامات. ومش بس كده، لا، واي واحده هتفتح بقها بالشبشب هتديها بالشبشب. ومش بس كده، ده غير ان هي قالت لفظ خارج، فالواحد طبعا ما ينفعش يقوله لايف الفنانين على التيك توك، والشتيمه اللي بتحصل على لايف الفنانين على التيك توك. معقول فنانين بيشتموا بعض على التيك توك؟ في فنانين بيشتموا بعض على التيك توك، وكمان الفاظ ملهاش يعني مش عارفه اوصفها، يعني مش عارفه اقول الالفاظ اللي هم قالوها ايه، او ايه اللي جرى بين لايف الفنانين اللي على التيك توك. لايف مين ده بقى؟ ان شاء الله هقول لكم لايف مين. فنانه مها احمد والفنان فادي خفاجه، الاتنين كانوا مع بعض في لايف. الاتنين طلعوا مع بعض في لايف يعملوا لايف عشان الداعمين، واللي يدعم ده واللي يدعم ده، والكومنتات والحاجات اللي بتحصل كده، نظام زي ما هم بيقولوا كده، يعني اسفه، يعني نظام الشحاته على التيك توك. واللي بيتبعوه اكترية الناس دلوقتي كبس كبس كفو كفو، حياك الله، مش عارفه ايه الكلام اللي بيحصل على التيك توك، والالفاظ البذيئه اللي بتحصل، وتقليل من الشأن على التيك توك في اللايفات بتاعت التيك توك. وكمان الجولات واللي بتحصل في الجولات حاجات سخيفة جدا، وحاجات ما يصحش ابدا ان ممثلين هم او القدوة اللي قدامنا احنا، يعني انتوا بتطلعوا بتجسدوا شخصية معينة للناس، سواء كانت حلوة او وحشة، يعني بياخدوا منكم القدوة ليهم بعض الناس، او بعض احيان تطلعوا وتعملوا كده وتشتموا في بعض. واللي حصل ده يعني شيء غريب جدا جدا وصعب. تعالوا الاول كده اوريكم الفيديو اللي هم كانوا مع بعض فيه شتموا فيه بعض، وبعد الفيديو ده كمان كل واحد طلع في لايف تاني غير التاني وشتم في التاني بطريقة غريبة جدا. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو بتاع مها احمد وفادي خفاجة واللي حصل معاهم. تعالوا. كل كلمه بيقولوها الخدامات اللي عندك، الخدامات اسم وانا هقول اسم انا اللايف فيه 1000 انا اللايف فيه 1000 وانا ما اقبلش كلمه على اي حد. للاسف انا هعمل لي ميوت لمين ولا لمين ولا لمين، يعني انا كمان مش باصص في الكومنتات في اللي انا فيه ده. لا يا حبيبي انت معذور، بس قول لهم يا خدامات بطلوا. كفايه ان انت تقول لهم يا بس انا مرضيه. هتنفذ ايه؟ لو سمحتوا يا شباب، لو سمحتوا يا شباب، اي كومنت ألف أنا يا حبيبي، بلاش بعد اذنكم يا حبيبي اللايف بتاعي. انا عمري ما كان في كومنت عندي فيه تجريح لحد. انا عايزك تفتكرني وتحطني في راسك، تعرف ان انا اول واحد نفذت عليك كل حاجه. افضل اسم له علامه. يلا يا ولاد اهو لولي اهي، لولي اهي. انت ناوي تقول شباب انا مش عارف اقفل الكومنتات ولا اعمل ايه. طيب اهو اقفل الكومنتات ولا اقفل الكومنتات يا جماعه، اقفل الكومنتات، اقفل الكومنتات، اقفل الكومنتات يا شباب، اقفلوا الكومنتات يا شباب. انا اكتب مين ولا مين؟ شباب بعد اذنكم اللي بيحسني ما يكتبش كومنت وحش بعد اذنكم. ولولي يا شباب لو الموضوع لعب وهزار في الاخر، كل ده على فكره هزار. اي خدامه انا بحب العب على فكره، انا بس بعمل الاجواء دي لان انا بحب العب معاكم ومع هادي ومع ادم، ده لعب. وانا قعدتي دي عشان مصلحه يا مرسيدس. انا قفلت الكومنتات، انا قفلت الكومنتات يا مرسيدس يا قلبي. المهم ان انا المعفن اللي عنده، بس ده اللي يهمني. لا يعني هو الراجل كل احترام وتقدير احكام السكور زي ما هو، كتر خيره، وانا ما كنتش عايزه يعمل كده، بس كتر الف خيره، كتر الف خيره. انا عندي شباب ما تجيب سيرته. طيب بس لا ما تقفلش الكومنتات، اعملوا ميوتات. بنات كلهم فاكرين يعرفوا يشقطوا حد، فداخلين يعني لا ما شاء الله الهدايا والحاجات، انا مش مركز وانا عمال نهزر ونضحك. انت عشان الهدايا يا باشا بتغطي على الكومنتات والكومنتات وماله يا قلبي، ده انت على راسي يا فادي، انا اقدر. لا فادي يحب المصلحه واحده. ابو تركي فادي يحبك ويعزك ويحترمك، انت عارفه ده مها. نورت. ده موضوع تاني، فادي ملوش علاقه. هم بقى ناس انت عارفه انت بالنسبه لنا احنا، انت عارفه انت بالنسبه لنا احنا ايه، وانا قفلت عليك ربع كلمه بلوك، وانا متاكد ان السكرينات دي واي حد كتب حاجه غلط انا اعمل له بلوك. انت اكيد لو داعم نفسه شتم عليكي فده يعمل له بلوك. شباب والله العظيم 3 ما قال حاجه عليها. معلش هو مطرود بس اصلا، فخلاص احنا خدنا اللي احنا عايزينه، عملنا اللي علينا. بس لو لقيتوا الدنيا مش تمام في تاني، بس يعني عشان شباب ميوتات، ما تدوش فرصه لفادي حتى يقرا الكومنت. انا عندي الكلام بيتكتب ما بلحقش اقرا الكومنت. انتوا مش شايفين فوق يا جماعه. يا لولي ما انا شايفه، هبعت لفادي السكرين بتاعك يا لولي. انت جايه تكلميني هنا وتقولي لي والله يا حبيبتي ليفل 17، انا هبعت لك الكومنت بتاعك يا قلبي من عيني. بس يا عيال بتعمل ايه يا حبيبي؟ بتعمل ايه يا بابا؟ الجوله ما خلصتش يا حبيبي، بتعمل ايه؟ الكومنت ما باخدش بالي منه، حد بيسلم ولا حاجه حقكم عليا يعني. يا فادي انت عارف ان احنا كده فادي واخدينهم 8 جولات؟ انت عارف ان احنا واخدينهم 8 جولات؟ الله اكبر 8 يا حبيبي. الله اكبر. عايز ناخد جولتين ويبقى سكرنا الملف. قول يا رب. يا عيال جولتين. شايفين كمية الألفاظ اللي اتقالت في اللايف؟
قالت على الناس الداعمين اللي موجود بيدعموا فادي خفاجة عليهم، وقالت عليهم خدامات. قالت عليهم خدامات. ومش بس كده، لا، واي واحدة هتفتح بقها بالشبشب هتديها بالشبشب. ومش بس كده، ده غير ان هي قالت لفظ خارج فالواحد طبعا ما ينفعش يقوله. صعب قوي 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 اللفظ طبعا. وده كله ده قعدت تقول كل ده عشان المصلحة، وقعدت تتكلم كلام صعب قوي. وناس أكدوا ان اللي حصل بين فادي ومها بسبب ان فادي جاله دعم كتير، ودعم من ناس سعوديين. فهي بدأت تتضايق، ولما بدأت تتضايق ان الداعمين بتوع فادي بدأوا يكتبوا لها في الكومنتات حاجات تضايقها. فهي بدأت ان هي تشتم او تسبهم او تقول لهم الفاظ زي خدامات، خدامين، يا خدامات. غير بقى طبعا اللفظ التاني اللي الواحد ما ينفعش يقوله. وقالت لهم اي واحده هتفتح بقها بالشبشب، وايه هديها على بقها بالشبشب. اللايف خرج زياده عن اللزوم عن حده، وبدأوا من ان هم يقفلوا اللايف. بس كده اللي عملوه؟ لا، ده لسه الموضوع كبير قوي. لما قفلوا اللايف كل واحد فيهم راح فتح لايف. مها راحت دخلت جولة مع برضك ممثلين، وهو فتح لايف لوحده. شوفوا بقى الكارثة بقى. مها ما فتحت اللايف، مها احمد لما فتحت اللايف قالت عليه ان هو بيتعاطى اشياء، وان هو اللي فيه دوت من اللي بيعمله، من اللي بيشربه، واللي واتكلمت على فادي ان هي كانت عايزه تقف جنبه وتساعده عشان كده، وكان عايز يطلع معاها لايف ويحصل ما بينهم شجار. كل ده عشان المتابعين، ويزيد المتابعين ويبقى مشاهدات وحاجات من دي، كلام كده غريب. بس كده بقى ما خلاص بقى، خلصت الليله بتاعتها لفادي وظبطته في اللايف. قام هو طلع في لايف تاني وجرح واتهم مها بان هي كومبارس. ومش بس كده، لا، كمان جاب سيرة ابنها، وده طبعا ما يصحش. ده غير ان هو بقى طبعا قاعد يشتم وقاعد يقول الفاظ برضك صعبة، ويعمل حركات ببقه. واثناء اللايف لتاني مرة فادي خفاجة يقلع التيشيرت بتاعه في اللايف، وطبعا الألفاظ اللي هو قالها لتاني مرة يخرج عن المعتاد ويقلع التيشيرت. طبعا دي حاجة مش كويسة وحاجة مش حلوة خالص. وده دي يعني ازاي ممثلين يعملوا كده في لايف زي ده؟ ازاي يعني ممثلين يعملوا بالمنظر اللي هم عملوه ده دلوقتي؟ طيب نقابة المهن التمثيلية هتسكت على الوضع ده؟ أستاذ أشرف زكي هيسكت على اللي عملوه الممثلين؟ دلوقتي قعدوا بيطلعوا ويتكلموا ويشتموا عادي كده. لا، وبعدين هما في ممثلين كتير بتطلع على اللايفات وبيقولوا ان هما بيسترزقوا، وده بيقولوا ان ده اكل عيشهم، وحوت نازل، لا اسد طالع، لا مش عارفة طيارة، حاجات كده غريبة بتحصل في مجتمع التيك توك. كلهم الممثلين ملتجئين ليها لقلة الشغل الايام دي. بدأوا ان هم يلتجئوا لللايفات التيك توك. طيب اشرف زكي، الاستاذ اشرف زكي، الدكتور اشرف زكي فينه بقى من اللي بيحصل ده؟ هل هيسكت؟ هل هيعاقبهم؟ هل هيبقى في حاجة رادعة للي بيعملوه الممثلين دول؟ او هو يشوف ايه اللي ناقصهم، او ايه اللي كده يحاول ان هو يوجد لهم الشيء اللي هم محتاجينه، شغل ماشي يشتغلوا او يظهروا تاني على الشاشة. بس احنا عارفين برضو ان الفن شوية بيطلعك فوق وشوية بينزلك تحت. ده شيء معروف، ان تطلع وفجأة من بعد ما كنت نجم كبير بتبص تلاقي نفسك نزلت تاني الارض. انا متمناش ان يحصل كده تاني في لايفات فيها ناس احنا اتفرجنا عليهم في ادوار جميلة، ادوار كوميدية وادوار حلوة، ان هم يطلعوا يعملوا مع بعض كده او يجرحوا مع بعض كده
في سبيل دعم او حاجة زي دي. انا برضو سامعة ان الفنانة مها احمد هتبدأ تعود تاني للسينما من اول وجديد، بس هو بيقولوا انه هيبقى فيلم كوميدي، وهيكون معاها زوجها في الفيلم ده، وكمان الفيلم هيكون مشترك مصري اماراتي. بس مين اللي هيمثل او مين اللي هيكون في الفيلم لسه اي حاجة عن الفيلم ده ما تعرفتش. حبايب قلبي ما تنسوناش كده باللايك بتاعكم الكريم اللي انتوا دايما بتدعمونا بيه، وما تنسوناش بكومنت حلو كده زيكم. قولوا لنا ايه رايكم النهارده في حلقتنا، وايه رايكم في لايفات التيك توك واللي بتحصل في لايفات التيك توك. في رعايه الله وحفظه، مع السلامه. سلام.